بيبدأ الفيلم في مدينة بلتيس، وبتكون بلد مشهورة بالسحر، حتى الأطفال الصغيرين متعلمين السحر، لحد ما بيتغير الجو فجأة وبتبدأ حرب بتخلي أهل البلد كلهم كعبة، والجو فضل مغيم ما تعدلش بسبب حالة الناس. وبنعرف إن بيتر يتيم وعايش مع الجندي فيلن، فبيديله فلوس وبيقوله جيب لنا سمك وعيش، وبيكون بيعامله زي الجنود. فبينزل بيتر وبيروح يشتري الحاجات، بس بتقع منه الفلوس لكنه بيقدر يجيبهم. فبيقف قدام خيمة كبيرة مكتوب حط عملة واحدة واستمتع. بيدخل جوه وبيديها العملة الوحيدة اللي معاه، فبتبدأ تقرأ الكف وبيسألها عن وقت وفاة أبوه. أمه كانت حامل بس اتقال إنها ماتت هي وأخته، لكنها بتقول له أختك عايشة. فبيقول لها لاقيها إزاي؟ بتقول له تابع الفيلة وهتلاقيها، بس بيفكرها بتسخر منه. أول ما بيروح فيلن بيتضايق منه لأنه صرف العملة الوحيدة وكده مش هياكله، وكمان بيتريق عليه لما بيحكي له عن الفيلة. فعقابا ليه يمشي المشية العسكرية أكبر وقت ممكن. وبنشوف جارهم ليو ومراته بيكونوا متضايقين لأن بيتر عايش مع فيلن. من ناحية تانية بيظهر ساحر في سير، هو مش ساحر قوي يعني. المهم بيطلع واحدة على المسرح وبيقول لها هعمل عليكي تعويذة هترجعك شباب. فبيقول التعويذة والكل بيتفاجئ، بس ما بترجعش شباب، دي بتنزل عليها فيلة. أكيد السطح مش بأسمنت الممتاز، وده بيتسبب في شلها. لحد ما الصبح بيطلع وبيتر بينزل جري، بيروح للسوق اللي كان فيه الخيمة بس ما بيلاقيهاش. فبيسأل واحد على الخيمة لكنه بيقول له ما كانش فيه خيمة هنا أصلا. وبيسمع واحدة بتقول حبسوا الساحر والفيلة، وده بيخليه يفرح ويرجع جري. في الوقت ده بيقابل جاره ليو اللي عرف هو كمان ان في فيلة، وبيفرح لانه هيرجع اخته، وبيقول له هساعدك وهحاول اخليهم يخرجوها. فبيطلع وبيحاول يقول لفيلن لكنه بيقول له بطل خرافات وهبل. فبنرجع تاني للساحر، ومش ساحر يا جماعة، وهو موجود في الحبس لانه تسبب في شلل الست دي. وليو بيوصل لشغله وبيكون خايف لانه هيتكلم مع الملكة عن الفيلة، وبنعرف انه حارس القصر، بس المساعدين بيمنعوه يتكلم لانهم فاكرين الفيلة مجرمة وكمان بيخططوا لقتلها. بس الملكة بتوقفهم وبتقول له احنا ممكن ندمرها لاننا عاوزين امن البلد. فبيقرر يكتب جواب للملك الكبير، وبنعرف انه بيحب اللعب بخلاف الملكة. فبيوصل له كلام ليو وبيقول لازم اشوفها. فبياخد ليو الخطاب وبيرجع للملكة يقول لها، وبيتر بيضطر ينط من السور وبيدخل لحد ما بيوصل له ليو وبيقول له قلت لك هساعدك، وبياخده معاه. والملك بيوصل فبيفتحوا الخيمة وبنشوف الفيلة، والناس كلها بتفرح بشكلها لكنها بتتعصب مرة واحدة، وده بيخلي الناس تخاف. فبيقول واحد اقتلوها، لكن بيتر بيقف قدامهم وبيقول لهم لا. فبيروح ليو وبينزل اسلحتهم، فبياخد بيتر فوطة وبيروح لها وبيبدأ يمسح عينيها. فبتقعد له الفيلة وبيمسح لها عينيها، وكمان بتطلب منه مية، فبتحمي نفسها بالمية، والكل بيكون فرحان وبيسقف لبيتر. والملكة كمان بتجيله وبتطلب منه يفضل في القصر يعتني بالفيلة، لكنه بيقول لها لا انا عاوزها لانها تاخدني لاختي. بس الناس بتتريق عليه، فبيتدخل الملك وبيقول له لو عملت 3 حاجات مستحيلة هتاخد الفيلة، ولو ما عملتهمش هاخدها انا، وكل حاجة في يوم. اول مهمة هي القتال، بكرة هيقاتل بيتر اخطر جندي عندي، وبياخد منه السيف. قوم يا بيتر يا حبيبي. فبيجيله ليو وبيقول له هتعرف تلعب بالسيف؟ فبيقول له لا، علشان يقول له قابلني النهارده بالليل. فبيروح له بيتر وبيبدأ يعلمه ازاي يلعب بالسيف. وبنروح لملجأ ايتام لما بتفوق واحدة من النوم وبتنزل تحت على السلم، فبتصحي واحدة تانية، وبنعرف ان البنت اسمها اديل. فبتقول انا حلمت في فيلة، فبتقول لها الحلم في فيلة مبشر وسعيد. وبنعرف انها موجودة في الملجأ من صغرها، وانها ما خرجتش بره ولا شافت الشارع في الوقت اللي بتحلم الفيلة برضه بانها في غابة وقدام عيلتها. فبينزلوا تحت في بحيرة سوا، وبيخرجوا كلهم من البحيرة ما عدا هي، ما بتقدرش تخرج بره. فبتصحى من النوم وبتلاقي بيتر داخل عليها وهو بيتسحب، وبيكون ليو هو اللي مدخله القصر. فبيفتح خريطة وبيقول لها عرفيني مكان اختي، بس ما بتعرفش تعمل حاجة وبتلعب معاه. فبيديها تفاحة تاكلها وبيقول شكل كده هقاتل، وقبل ما يخرج بتديله هي كمان تفاحة. لحد ما الصبح بيطلع عليهم، والبلد كلها في طريقها للقصر علشان تتفرج. وليو مع بيتر بيطمنوا وبيبدأ يفكروا بالكلام والتدريب اللي قاله، بس بيستغربوا لما بيشوفوا اللي هيدخل قصاده، وده بيخلي بيتر يدور الجري. فبيقول الملك روح وراه، وبيحاول يهرب بيتر لحد ما بيقدر يستخبى، وبيفتكر كتاب عند فيلن باسم الجندي ده لكنه بيلاقيه. فبيضطر بيتر يجري، وبيقدر يهرب بيتر لسوق السمك. فبياخد سمكة كبيرة مكان السيف وبيجري، وبينزل للمية بيتر، واخيرا بيقدر يهرب. فبيرجع تاني للحي بتاعه وبيدي السمكة للقطط، وبيطلع ياخد الكتاب من ورا فيلن، وبيرجع تاني للجندي وبيوري له الكتاب، بس بيتجاهله وبيضربه. وقبل ما بيموته بيقول له بص على الكتاب. فبيقف وبيقول كتابي، وبياخده وهو بيفتكر امه، وبينزل على ركبه وبيقول له هزمتني. وده بيفرح كل اللي واقفين، حتى المعزة كمان بتفرح والفيلة كمان بتفرح. والملك بيقول له كسبت اول تحدي ومهمة، والمهمة المستحيلة التانية انك تطير. فبيستغرب بيتر لكنه بيلاقي
بيلمح ان في حد طار قبل كده وبيسيبوه وبيمشوا. فبيروح للفيلة اللي بتطلب منه يجيب لها ميه، وبره البلد كلها بتكون فرحانه باللي عمله بيتر. وبنروح تاني لأديل لما بتشوف فيلة في السحاب، وبتدخل تقول لها انا شفت الفيلة في السماء نفس اللي شفتها في الحلم، واتجهت ناحيه المدينه، انا عاوز اروح للمدينه. فبترفض في الاول لكنها بتلح عليها لحد ما بتوافق. وبيتر بيحاول يتعلم الطيران، وفيلم بيفضل يحبط فيه وبيقول له الجنود ما بتطيرش وانك ممكن تتحطم وتموت زي اختك، لكنه بيسيبه وبيمشي. بيروح لليو ومراته، وبيكون هو كمان محبط لانه مش هيعرف يطير. فبيدخلوه جوه وبيعزموه على الاكل، وبيكون اول مره ياكل اكل حلو، وده بيخلي ليو يزود له الاكل، ومعزتهم بتكون فرحانه ببيتر. من ناحيه تانية بتوصل أديل للمدينه لانها عاوزه تروح للفيله، بس المربيه اللي معاها بتكون قلقانه من المدينه. فبيدخلوا المكان وبيناموا، وبتحلم وبتقول يا ريتني خليت الولد. والجندي كمان بيفتكر لما كان في الجيش ودخل على المربيه وكانت اخت بيتر طفله، فخد بيتر وخرج من المبنى، وبعدها المبنى ولع ففكرهم ماتوا. وقال لبيتر انا اسف لكني هعمل المستحيل علشان احميك. والمكان كله حواليهم بيتدمر، بس بتخرج الست بعد شويه هي والطفله، وبتقدر تنقذ نفسها، لكنها بتفكر بيتر والجندي ماتوا، وبتقول يا ريتني خليت الطفل معايا. لحد ما الصبح بيطلع عليهم، والملك مع الملكه في الموكب، وقاعدين مع المربيه بيوصلوا للفيله. في الوقت ده بيظهر بيتر متعلق فوق مبنى، وبيكون خايف يعمل اي حاجه، لكنه بيبدا يمشي على الجدار ورجله بتتزحلق وبيكون هيقع. فكلهم بيخافوا انه يقع، لكنه بيساعد نفسه لحد ما بيطلع تاني. فبيطمن ليو ومراته، وفيلم بيكون بيتابعه من بعيد. فبيقف على حافه المبنى وبيقول دلوقتي هطير، وبيقول كمان هلاقيها. فبينط مره واحده من المبنى وخلاص بيكون هيقع على الارض، لكن مره واحده بيشتغل الباراشوت من الشنطه اللي معاه، ودي الحاجه اللي عملوها له ليو ومراته. فبيفرحوا كلهم، حتى فيلم بيفرح، وكمان الجندي اللي دخل معاه القتال بيفرح، لحد ما بينزل بيتر والمدينه كلها بتفرح بيه. وبيفضلوا لا اظبطوا كده، بيفضلوا شايلينه لحد ما بيوصلوه للملك، وبيقول له ايه اللي بعده. فبيقول له المهمه الاخيره المستحيله انك تخلي الملكه تضحك. واديل بتمشي من المربيه لحد ما بتوصل للفيله، وبتقول لها انا من الحلم فاكراني. وبتشوف بيتر واقف الناحيه التانيه، فبتقول له انا ممكن اكتب لك نكت. فبتجيلها المربيه وبتسلم على الفيله، وبتسالها قالت لك حاجه؟ فبتقول لها لا علشان تاخدها وتمشي. والليل بيجي عليهم مع بيتر وفيلن، فبيقول له انا عاوزك تركز في اللي هقوله لك، فعلا اختك كانت حيه. وبيحكي له القصه اللي قلناها قبل كده. فبيلوم نفسه لانه كان يقدر ينقذهم الاتنين، وكمان بيتاسف لبيتر، بس بيتر بيسامحه. فبيقول له انت كان عندك حق بخصوص الفيله، وبيشجعه علشان يضحك الملكه. فبينزل في الشارع وبيبدا يقول نكت بايخه لحد ما بيوصل للفيله اللي بتاخده وبتلعب معاه، واخيرا بتوصله بعيلتها. بس ليو ومراته بيجولوا وبيصحوه، وبيكون بيحلم، وبيعرفوه ان الوقت حان، والملكه كمان جات. فبيعرف ان الفيله عاوزه تروح لعيلتها، والملك بيوصل وبيقول له يلا ابدا. فبيقول اول نكته، بس محدش بيضحك عليها غير واحد، وده بيخلي الملكه تضحك غصب عنها. بس الملك بيقول له غلط وانت خسرت يا بيتر. فبيروح له وبيقول له لازم تخليني اخدها علشان اوديها لعيلتها مش علشاني، لكنه بيقول له لا. فبيقول يلا ناخد الفيله ونمشي، وده بيخلي الفيله تتضايق وبتبدا تتعصب عليهم، وهيكونوا هيضربوها بالنار. بس في الوقت ده بيقف الزمن، وبتظهر الست اللي قرت الكف، وبتشيل القطه وبتحطها عند الفيله، وده بيخليها تغرق الملك. فبتضحك الملكه من قلبها، والملك كمان بيضحك، وكل الموجودين بيضحكوا. فبيعرفوا انه نجح ويقدر ياخدها ويمشي، وكل البلد بتفرح بيه، حتى الفيله كمان بتفرح. فبيقول له ازاي هنرجعها لاهلها؟ فبيقول بيتر عن طريق الساحر. فبيروحوا له، لكنه بيقول انا ساحر فاشل ومش هقدر ارجعها لاهلها. بس الست اللي وقع عليها الفيله بتحفزه وبتقول له تقدر، وبيبص من الشباك بيلاقي اهل المدينه كلهم بيبصوا له، والملك كمان بيقول له تقدر. فبياخدوا الفيله وبيمشوا، واديل بتشوفهم وهم ماشيين، فبتقول للمربيه نروح معاهم قبل ما نمشي. بتتردد للحظه لكنها بتوافق في الاخر. والجندي كمان بيشوف بيتر، وبيقرر اخيرا يقوم من الكرسي ويمشي، وبيقول لازم انضم للمعركه. فبيوصلوا للساحه، وبيتر بيطمن الفيله وبيودعها علشان هتمشي. فالساحر بيبدا يقول تعويذه، وبيفضل بيتر حاضن الفيله لحد ما بتختفي، وبينجح الساحر في تعويذه لاول مره. في الوقت ده بتنور السماء وبتروح كل الغيوم، والشمس بتنور لاول مره من وقت الحرب. فبتجيله اديل وبتقعد معاه. في الوقت ده بتجيلها المربيه، وكمان فيلم بيجي، فبتتعرف عليه المربيه، وكمان فيلم بيفتكرها. فبيتر بيعرف ان اديل اخته، وبتفرح جدا انها قابلت اخوها. وكمان ليو ومراته بيفرحوا، والملك والملكه والمدينه كلها. وبتظهر الساحره اخيرا. فبيروح الساحر وبيعتذر للست ان هو تسبب في شلالها واذاها، فبتضطر تسامحه. وبعد فتره بيظهر فيلم مع المربيه قاعدين سوا في بيت ليو ومراته مع بيتر واديل، وكمان الفيله بتوصل لعيلتها. ولحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناه وتفعلوا جرس
جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد، ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في امان وسلام. سلام.